ما سبب انتقادك الزائد لمسلسل المداح لنصف رمضان؟ لا والله مش انتقاد خالص ولا تحت بند الانتقاد. انا ما اتفرجتش على المداح غير اخر جزء اللي انا علقت عليه ده. من المتابعين لازم تتفرجي على المداح، وما عنديش وقت، بس هم اللي خلوني اتفرجت علشان اقول لهم الحقيقه، الفرق ما بين الواقع والخيال في مسلسل المداح. اتفرجت على فانتازيا. طبعا بحب صناع العمل جدا، بحب حماده هلال جدا على انه من الفنانين المحترمين جدا، وغادة عادل، كل الكرو صناع العمل هايلين، بس ملوش علاقه بالجن اللي اتقال. معاهم حد بيقول لهم معلومات ابعد ما يكون عن عالم الجن العلوي خالص، ولكن انبسطت انهم بيقولوا على واقع بيحصل على السوشيال ميديا وبعض المنظمات. ليه ما يلجأوش ده اللي عجبني، للواقع؟ بتقولي مثلا الكلام ده اللي ضايقني. عشان كده طلعت قلت للناس مفيش حاجه اسمها كذا وفي حاجه اسمها كذا بما يرضي الله، حاجه انا اعلمها فبقول لهم. لكن كمسلسل ماليش اي خالص انتقاد مع كل الناس، هايلين اللي بيطلعوا يقولوا الطالع ومين اللي وراهم. لان انا قلت الكلام ده من 3 سنين عن ان بيتم استخدام بعض المشاهير قال على قراءة الطالع علشان يقولوا بعض المعلومات اللي عايزين الناس تمشي عليها. فعجبني المسلسل انهم عملوا اسقاط على حتة معينة، لكن كجن فانتازيا بصراحة. قلت اتمنى انهم يستعينوا بحد فاهم في عالم الجن العلوي، عشان الجن العلوي ليه مكانته جدا، ولا شيء يعلو العلويات اللي مع الله.